اهلا الزينات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم غادي نتكلموا على الانوثه. من طبيعه الحال كنا كنعرفوا بان الرجال بصريين بطبعهم، يعني كيثيرهم الجمال. الى جانب الجمال كتثيرهم الشخصيه، الاسلوب، طريقه التفكير وما الى ذلك. اليوم غادي نتعرفوا، غادي نتكلموا على كل جزء على حده. اسلوب، طريقه التفكير وما الى ذلك، طريقه العيش. هاد الامور حتى هي مكمله. غادي نمشيو دقه دقه كيف ما العاده. غادي نبداو بالجمال. بالنسبه للجمال الرجل، اول حاجه يعني كتثيرو هي القوام ديال المرأة. ثاني حاجة الشعر. ثالث حاجة النظافة البنات. رابع حاجة هي الأناقة. أناقة يعني الذوق في اللباس وما إلى ذلك. هادو معايير اللي هي جمالية. الشفتين باش ما ننساهمش، هما كيلعبوا دور. أعين والنظرات وما إلى ذلك. بالنسبة للشخصية البنات، هناك الصوت، يعني الصوت يكون منخفض. ما ترفعيش صوتك أمام الرجل، هادشي كيطعن في الأنوثة ديالك. الصوت الخشن والصراخ وارتفاع الصوت خليناه للرجال. ثاني حاجة إلى جانب انخفاض الصوت، ثاني حاجة هي طريقة التفكير. تكوني عقلانية ولست بعاطفية 100%. تكون فيك واحد الجانب اللي هو عقلاني. الرجل يعشق المرأة اللي كتعيش بالعاطفة 50% والعقل 50%. كيكون عنده واحد التوازن في الشخصية ديالها. ثالث حاجة المرأة اللي كتكون متفائلة، إيجابية، بعيدة عن الطاقة السلبية وعن الشكوى وعن التذمر وما إلى ذلك. المرأة الذكية، إلى جانب الذكاء والفطنة تكون عندك واحد الحكمة في التصرف. يعني لكل شيء تفسير، لكل شيء في الحياة ديالك ولكل موضوع تفسير ووجهة نظر. ما تكونيش عشوائية كيف ما تنقولوا حنايا، تكوني حكيمة. لأن المرأة تكمل الرجل، يعني هو خصو يلقى فيك، ولا هو كينظر بأنه الرجل ينظر إليك بأنك مكملة، يعني انت كتكمليه. وهو بدوره يحتاج إلى نصائح، إلى توجيه وما إلى ذلك. يعني يبغي يكون مع مرأة اللي هي عاقلة. طفولة هذاك موضوع تاني. عاقلة ليه؟ يعني أنك دائما عقلانية 100%. لا، خص يكون فيك واحد الجانب طفولي وعاطفي. وركزوا لي على العاطفة. غادي ندير واحد الفيديو تاني اللي غادي نتكلم فيه على كيفاش تبرزي الأنوثة ديالك في جانب العاطفة، كيفاش تجذبيه وكيفاش تعلقي به. وهذه المسألة هذه مهمة بزاف. غادي نتكلم عليها في فيديو جاي ان شاء الله. ونهاركم مبروك.